موسم جديد بيبدأ، وبتبدأ معاه فترة الانتقالات الصيفية ما بين لعيبة مشيت من النادي الأهلي ولاعيبة هتكون ما بين صفوفه. وفي حلقة النهاردة نعرف مين اللاعيبة اللي مشيت من النادي الأهلي لحد دلوقتي، ومين هي اللاعيبة اللي النادي الأهلي تعاقد معاها. هنبدأ الأول باللاعيبة اللي مشيت من النادي الأهلي، وهم علي معلول وعمرو السولية وأكرم توفيق وحمزة علاء ورامي ربيعة. ده غير إن النادي الأهلي ما فعلش بند الشراء الخاص باللاعب يحيى عطية الله، واللاعب السابع هو عمر الساعي اللي خرج إعارة لمدة موسم واحد لنادي النصر البورسعيدي. أما اللاعيبة اللي النادي الأهلي تعاقد معاها في الموسم الجديد وهم محمد علي بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو ومحمد سيحة ومصطفى العش اللي خلصت إعارته، لكن مسؤولي النادي الأهلي اشتروا عقده بالكامل من نادي زد بشكل نهائي. وكمان اللاعب أحمد رمضان بكام اللي جه النادي الأهلي مدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء. ده غير عودة محمد شريف واللاعب أليو ديانج، وده طبعا غير باقي الصفقات اللي لسه في مرحلة التفاوض، زي مثلا صفقة اللاعب ياسين مرعي لاعب نادي فاركو اللي كل المؤشرات بتقول إنه مضى للنادي الأهلي لمدة 5 سنين، والنادي الأهلي دفع مبلغ 35 مليون جنيه لنادي فاركو علشان يتعاقدوا معاه. ومسؤولين النادي الأهلي بيحاولوا دلوقتي إنهم ينهوا ملف الصفقات في الانتقالات الصيفية دلوقتي، ومفيش أي صفقة تستنى للانتقالات الشتوية، وعشان كده مسؤولين النادي الأهلي شايفين إن الباب ده لازم يتقفل تماما في الانتقالات الصيفية دلوقتي. مسؤولين النادي الأهلي بيفضلوا ما بين 3 عروض محلية من أندية الدوري الممتاز علشان يتعاقدوا مع اللاعب محمد عبد الله، ومسؤولين النادي الأهلي شايفين إن خروج محمد عبد الله هيكون مصلحة للاعب، وخروجه للإعارة هيكسبه خبرات علشان لما يرجع مرة تانية للنادي الأهلي، وخصوصا إن في الوقت ده مشاركته هتكون صعبة جدا بسبب كثرة اللعيبة اللي موجودة، زي مثلا محمود حسن تريزيجيه وأحمد مصطفى زيزو وأشرف بن شرقي. مسؤولين النادي الأهلي بيتواصلوا مع مسؤولين نادي سيراميكا كليوباترا علشان يتعاقدوا مع اللاعب أحمد هاني الباك اليمين للفريق، وده بعد ما طلب مستر ريفيرو بتدعيم الجبهة اليمين بسبب تراجع أداء محمد هاني وإن عمر كمال بعيد عن مستواه تماما، وكمان لسه اللاعب كريم فؤاد لسه مرجعش من الإصابة اللي اتعرض ليها قبل كده. الكابتن محمد يوسف المدير الرياضي بيبدأ دلوقتي بخطوة تعديل عقود لاعيبة الفريق الأول في الفترة اللي جاية، وهيبدأ بالتفاوض الأول مع وسام أبو علي وإمام عاشور وأليو ديانج. والكابتن محمد يوسف أكد على إن نية تمديد وتعديل عقود اللعيبة ده هتكون على حسب الرؤية الفنية اللي هتخدم الفريق علشان يضمن استقرار الفريق في الفترة اللي جاية. أحمد حجازي حسم موقفه من مسألة رجوعه تاني للنادي الأهلي، وقال إنه مكمل مع نادي نيوم السعودي ومفيش نية خالص إنه يرجع تاني للدوري المصري. وأحمد حجازي اتنقل لنادي نيوم في الانتقالات الصيفية اللي فاتت بعد ما مشي من نادي الاتحاد السعودي، ولعب معاهم 23 ماتش وساهم في صعودهم لدوري روشن لأول مرة في تاريخهم. ومسؤولون التعاقدات في النادي الأهلي اتواصلوا معاه الفترة اللي فاتت علشان يعرفوا يربطوا في العودة للنادي الأهلي مرة تانية بعد ما مشي اللاعب رامي ربيعة وسوء مستوى اللاعب أشرف داري اللي هيمشي على النادي الأهلي في حالة لو جاله أي عرض مناسب. وبالنسبة للعروض اللي جات لأشرف داري في عرضين جم ليه. العرض الأول كان جاي عن طريق صندوق الاستثمار السعودي بمبلغ 2 مليون دولار بس مش معروف مين هو النادي، والعرض التاني جاي من نادي ريان القطري بمبلغ 1,700,000 دولار. والنادي الأهلي اتعاقد مع أشرف داري من نادي بريست الفرنسي لمدة 4 مواسم بمبلغ 2 مليون دولار. وإدارة النادي الأهلي بترحب بأي عرض يجيله عشان مناقشته، خصوصا إنه مقدمش المستوى المطلوب بسبب إصاباته الكتير، عشان كده مسؤولين النادي الأهلي مش بيمنعوا في رحيله نهائي. إبراهيم عادل لاعب نادي بيراميدز بيضغط على إدارة ناديه إنهم يسمحوا له بالاحتراف ويوافقوا على العروض اللي بتجيله، لكن إدارة نادي بيراميدز خايفة إن تكون الخطوة دي تكون كبرى عشان يرجع للنادي الأهلي، لكن اللاعب أكد ليهم إنه عايز يحترف ويمشي على نفس النهج بتاع محمد صلاح. وآخر عرض جه لنادي بيراميدز كان من نادي لوجانو السويسري، وإدارة نادي بيراميدز طلب 4 مليون دولار علشان يستغنوا عن خدمات اللاعب إبراهيم عادل. علي معلول نجم النادي الأهلي السابق جايله دلوقتي عروض علشان يتعاقدوا معاه بعد ما انتهت مسيرته كلاعب مع النادي الأهلي، والعروض دي كانت من قطر والسعودية، وفي كمان عرض جايله من ناديه السابق نادي الصفاقس التونسي. وعلي معلول دلوقتي بيفاضل ما بين كل العروض دي. اليو ديانج وامام عاشور جايلهم عروض بمبالغ خياليه خصوصا من الدوري السعودي والدوري القطري، بس من ناحيه النادي الاهلي فهو قافل باب المناقشه لاي عرض يجي لاي لاعب منهم، وخصوصا ان مستر ريفيرو متمسك بيهم جدا وعشان كده التفريط فيهم مش هيكون مسموح نهائي.